هل يجوز أن نقول أن الله في السماء؟ أولا هذا الكلام وإن كان يدور في ألسنة الشباب هذه الثقافة الضحلة. الله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أولا أن يتكلم في شأن الذات الإلهية، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان. أنا لو سألتك جبريل وين هو؟ ما بتكلم في الحق، أنا بسألك على مخلوق. جبريل فين محله؟ طيب الجنة والنار وين محلها؟ الجنة فين؟ قال في القرآن جنة عرضها السماوات والأرض، يبقى فين الجنة؟ لما يجي واحد يقول لك الله في السماء، أنت عقلك تفتكر السماء هي اللي تشوفها قدامك. أنت بنفسك في كرة يسموها الكرة الأرضية، هذا السماء اللي فوقك هي تحتك، هي تحتك أيضا. فإذا قلت الله في السماء هو فوق ولا تحت؟ لأنك لو خرجت خارج الكرة الأرضية في صاروخ ولا في سفينة فضائية ودرت على الأرض بتحصل السماء في أي جهة. لكن الثقافة الضحلة اللي ما تخلي الإنسان يفقه ولا يفهم ولا يحس، يعتقد أنه ذا كلام كبير وأنه جاب التوحيد، وهو جاب مفهوم ضحل في مدركات علم التوحيد. حطه على جنب، عبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما حد طلب منك تسأل ربك فين، أنت المطلوب منك أن تدرك أن الله محيط بك وبي وبالوجود كله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يكفيك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تقرأ القرآن كما ينبغي، وبعد ذلك الآيات اللي فيها إشكال صرفها إلى أهل العلم يتكلمون فيها. الرحمن على العرش استوى، صرفها إلى كلام أهل العلم، ودعك من الفضول الذي يوقعك في الخطورة ويوقع شيخك وأستاذك ومعلمك ومدرستك في نار جهنم، لأنها أسئلة فتنة وخطورة في العلاقة فيما يتعلق بالذات. قال إذا ذكر اثنان فامسكوا، إذا ذكر الله وإذا ذكر القضاء والقدر. بشكل لسانك ما في شيء كله علم 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 بتكلم فيه، في خطوط حمراء ممنوع تتكلم فيها. إذا جئت إلى عند القضاء والقدر بشكل لسانك ما تقدر تتجاوزها، لأن هذا علم المولى. بتكلم عن الذات الإلهية سك لسانك وقل آمنت بما جاء به الله، آمنت بما جاء عن رسول الله، وكفاك. هذا هو إيماننا. وبعد ذلك بتتكلم عن العلوم الأخرى، تفكر في هذا الوجود، كل خلق الله تفكر فيه. قال الله في رجال قال ويتفكرون في الرب في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر في مخلوقات الله، تفكر في هذا الوجود، تفكر في هذا العالم، يزيدك معنى من معاني الإيمان، ويتوسع عندك الإدراك والوعي حتى في العلوم الحديثة، الطيران، الفضاء، البحار، علم الأجنة، علم الأجهزة الحديثة. هذا كله يزيدك إدراك بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. أما الكلام في ذات الإله يجب تجاوز ذلك ولا يجوز الزيادة فيها.